مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك، عرفني عن نفسك. عبد الرحمن بطش. عبد الرحمن بطش. 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 اوكي anyway. عبد الرحمن، هذا اليوم الفيديو برعاية عمو سامي. عند فاتح الخير. تفضل. اهلا وسهلا عبد الرحمن بطش. عبد الرحمن، في ظاهرة منتشرة بالوقت الحالي عن الزواج المتفق عليه ما بين الطرفين، شو بتعرف عنه؟ من ناحية ايش؟ زواج شاب وصبية بيتفقوا على زواج وبيتزوجوا. بالعكس، هذا افضل شيء. هلا انا بالنسبة فهمت سؤالي؟ رجعي عيدي لي الاسم. شو رأيك الظاهرة ظاهرة الزواج المتفق عليه ما بين الطرفين؟ اكيد يعني مع شيء رائع يعني. انه الواحد يتزوج يكون عيلة ويكون اسرة، يعني شيء حلو. شو فهمت من سؤالي؟ حاليا ما فهمت شيء، انت عم تقولي شو الظاهرة اللي متفق عليه للزواج. انا بالعكس بأيد هذا الشيء. بالنسبة للوضع الشباب اللي رايحة هون وهون، انا بأيد انه يتزوج ويرقد يأسس عيلة. يكون الأهل بيعرفوا ولا ما بيعرفوا؟ هلا ما بيعرفوا. قصدك ما حدا بيعرف، ما عنده علم بهذا الموضوع انه يتزوج. انا ما بأيد هالفكرة ابدا. أهلا وسهلا فيك. ما بتعرف عن هذا الظاهرة لأنه بالوقت الحالي كثير منتشرة مع الأسف. يعني من ناحية قصدك انت عم تسمع؟ أنا عم أفهم منك إنه بسمعان فيها ولا لا. ظاهرة منتشرة بالوقت الحالي، شاب وصبية بيتزوجوا لمدة معينة، بس ما بيشهروا بين بعضهم انه مثلا بعد 3 شهور رح ينفصلوا او بعد 6 شهور رح ينفصلوا، بس اثنيناتهم فهمانين انه لفترة ورح ينفصلوا. غلط هالشيء. طبعا هو بيضل عايش بحياته وبارك ببيت اهله، وهي كمان نفس الشيء، يعني هي بتصرف على نفسها وهو يصرف على نفسه، مو ملزم فيها. شو رايك بهي الظاهرة؟ ما رأيي ما في شيء اتفاق يعني بالنسبة لهالموضوع هذا. إذا كل واحد يفكر هاي الطريقة هاي ما بيأسس حياته ولا بيكون عنده يعني قيم أخلاقية، اللي كان مع عائلة، اللي كان مع يأسس عائلة كأسرة أو يربي أولاده. هذا الشيء هن متفقين حتى أولاد ما بيخلفوا. طبعا ما متفقين. فالعلاقة بالنسبة لإلي يطلعوا يعني ينفصلوا رأسا. مين لك أحسن ما بعمل شيء حرام؟ لا، هذا الشيء غلط. الأفضل إنه يتزوج ويأسس عائلة. يعني هن بيردد فعلهم انه بيتزوجوا بهي الطريقة مشان ما بيعملوا حرام. ما صار شيء نفس الشيء، نفس الحرام صار على الحالتين حرام. لأنه أول شغلة الله سبحانه وتعالى وخلقنا من كل ذكر أنثى، يعني زوج وأنثى. الله سبحانه وتعالى مذكورها في القرآن، وخلقنا من كل اثنين زوجين. وشيء معروف يعني. لكن كل شخص بده يتزوج يكون عنده مثلا. الله أنا بالنسبة لي أنا متزوج، كنت أحب وحدة وإذا بدي أفكر بهالطريقة إني آخذ وحدة يتزوجها كعلاقة مؤقتة، فأنا حياتي ما هي مستمرة. هن ما بيشهروا نيتها مؤقتة، هن بيشهروا تحت ظل الحب. تزوجوا لفترة معينة وبعدها انفصلوا، انه اذا هو بده يطلع على اوروبا، هو مشان تكون اخف مسؤولية، انه اذا طلع على اوروبا انه بالوقت الحالي القعدة بتركيا غير آمنة، غير مستقرة، غير مستقلين، فهو مو إذا اضطر هذا شيء طبيعي. طبيعي. طبيعي مو بإيده. طيب وفي أشخاص كثير عندي يعني بالنسبة لي حوالي تركوا أزواجهم، مرته وعنده ولدين مثلا، تركوا وراح على ألمانيا. أشخاص كمان انفصلوا بوقت معين، انفصلوا. فهالشي يعني بتلاقي مشاكل وهي بتلاقي حالتها. كيف إذا الشاب سمع إنه أخته متزوجة هيك زواج، شو بدها تكون ردة فعله؟ نحن ما بدنا نقيسها عن الشاب إنه تسهلت عليه نسبة الزواج، بدنا نقيسها كمان على الأهل. كيف بده يسمع أخته تزوجت وهو ما بيعرف، أو بنته تزوجت وهو ما بيعرف؟ كيف بده يسمع إنه أخته انضحك عليها أو أخته استغلت؟ هون الشباب عم يرخصوا البنت السورية، أو عم يرخصوا بقيم السوريين. شيء معروف هالشيء عم بصير واقعي يعني. من دايتين أنت وافقت الرأي؟ كثير يعني حوالي أنا بشوف في عالم كثير عاملة علاقة مع أشخاص زواجها منهم هي وحدة، واللي كان مو متزوج بيحبها بياخذها كعلاقة، وبعدين عرف أخوها. فهمت عليكي؟ يعني عم يمارس حياة الزوجية مع مرأة متزوجة. هالشيء حرام. أنا من عندي هذا أحد من حرام. أصدقائك عامل هيك؟ مو بس أصدقائي، في حوالي كثير صايرين هالأشخاص. أعطيني فكرة عن واحد منهم. يعني شخص، منصة اجتماعية ولازم تكون واضحة. يعني شخص من زوجته شخص صديقي يعني عنده مرته، وعرفت انه عمل علاقة مع زوجته يعني، وهو بألمانيا. يعني هو متزوج
ومارس حياته الزوجيه مع وحده متزوجه وعنده ولدين وطلع على المانيا وعاف مرته، ما في حدا يصرف عليها ولا في حدا يساوي يعني يطلع عليها. فهالمرأة أهلها ما عم يطلعوا عليها، المرأة أهلها ما عم يطلعوا عليها، فهي مضطرة إنه تحب شخص مشان إنه يصرف عليها، يكون معها، محتاج لحب، محتاج لعطف، محتاج لشيء يكون جنبه. فزوجها عند اللي عم يتركه عم يضر إله وبيضر أهله وهو مو سائل، فهالشي كله حرام. أنت عم تحكيني عن واقع عم يصير يوميا، مو هالشي أول مرة يعني بيصير، من زمان هذا الشيء عم يصير، من أيام سوريا عم يصير. يعني هالموضوع هذا اللي عم تقولي لي إياه، الله سبحانه وتعالى حط لنا هالقرآن مشان نمشي عليه. المرأة أنا اللي بعرفه إنه لازم تكون سترة، حتى الرجل ما يطلع، ما ينظر، حتى لو نظر ما يشوف شيء من مرأة، يدير باله عليها ويحافظ عليها. أنا بحكي لك الحياة الزوجية كشخص. برأيك ليش بالوقت الحالي نحن وصلنا الشباب يعني كل شخص يعني لا يساوي اختلاط، أنا هذا اللي بعرفه، مع أشخاص ما بيعرفون، أصدقائه، مع زوجته. برأيك هذا الشيء الخطأ من البنات ولا من الشباب؟ شوفي البنت أي مجال من فتحة مجال للشاب، الشاب ما عنده أي مشكلة بالمختصر. يعني بالنهاية العفة للمرأة. العفة للمرأة 90%، ما بعطيك إياها 100%، لأنه ما في رجل إلا ما عنده غريزة، الله سبحانه وتعالى حط له غريزة للإنسان، غريزة. كل شخص بيشوف أي مرأة خلص يعني صار شيء هذا لإله، بيحب يعني دائما بيشوف شيء مميز. فأنا بنصح الشباب إنه يديروا بالهم. بفوت فيها بغاية الحب والغرام والحنية والعطف. طبعا معلش عم تفوت فيها بغاية الحب والحنية مباشرة، ادخلوا من أبوابها. طب هي متزوجة عم تقلي، أنت من تمك متزوجة؟ متزوجة تمام، متزوجة. معروف الحلال ومعروف الحرام. ليش نحن السوريين وصلنا لهيك شيء أو صار ينسمع؟ عدم أخلاق بصراحة، عدم أخلاق وعدم تفكير، وما بيعرف. صار بصير في جرائم كتير فيها بهالقصة، يعني بصير جرائم فيها، بتعرفي أنت يعني. هذا بيطلع مثلا بيقول أخته أو بيشوفه بيصير نوايا سيئة طبعا. إيه، فأنا بوجه رسالة للشباب، أي واحد أنا متزوج، اعتبرني مثلا ابن خالتك أو أخوك، عندي زوجتي، بدك تعتبرها مثل أختك بالنهاية، بدك تعتبرها مثل أختك. ويكون عندك أنت بتخاف على خواتك، بتخاف على أمك، بتخاف على عائلتك، وكل شخص يدير باله بين هذا الموضوع. على الأقل إنه أنت عندك أخلاق، هي أول شغلة احسبها، ما يكون غريزتك كغريزة الحيوان بالنهاية. أحد الشباب عملت معه روبورتاجات وعلق على هذا الموضوع إنه رب العالمين ما بيعاقب أختي أو بنتي بأخطائه. طبعا هو حب كتير وصاحب كتير وعاشر كتير، بس رب العالمين غفور رحيم يعاقبك على أخطائك. أكيد رب العالمين ما رح يعاقب بنتي أو أختي على أخطائي. برأيك كلامه له نوع من الصحة؟ صاروا الغلط عم يبرروه شوفي هلا أنا عندي خوات بالنسبة لإلي، هلا أنا أخبص بشيء ما بعرفه، بدون تفكير بدون وعي، أعمل شيء غلط، أشرب، أعمل، أساوي، أطلع على بنات، مثل ما عم بأذي البنات الله ببعث مين يأذيني. هي المختصر معروفة. والشخص اللي عم بيأذي هو 90% الخطأ منه، والخطية من عندك خوات، الخطية منك ما من أختك. عم يبرروا أخطائهم مثل ما وضحت لأول مرة، إنه رب العالمين غفور رحيم يحاسب كل شخص بشخصه. يعني قال لي أنا رب العالمين ما رح يحاسب أبوي فيني أو أخطاء أبوي فيني، فكيف رب العالمين بده يحاسب أختي فيني؟ فلا. أنت أختك، نوع كلام لا أنت أختك، هي عرضك، هي وحدة. إذا هو خبص مع بنات رب العالمين ما رح يبعث له مين يخبص مع أختي. هيك وضحت. لا أنا وضحت، رح مثل ما عمل، كما تدين تدان. يعني بدي أعطيك إياها بالمختصر. أنا عملت شغلة مع شخص، مع أخته لفلان، طلعت عليها مثل ما بطلع عليها. هذا الشيء عرضوه بالمسلسلات كتير، إنه كل ما زادت الدقة بتزيد السقة من الأخير. بلا مزبوط. أهلا وسهلا فيك، وكتير كنت مبسوطة باللقاء معك، تشرفت بمعرفتك. فأنا الله يسلمك، أنا بنصح نصيحة، بوجه رسالة للشباب، يعني نصيحة مني لإلك، دير بالك على حالك،
من ناحيه انه لا تطلع على البنات، حاول غض النظر، حاول يعني انا كثير هذا الموضوع بيهمني، لو ما بيهمني ما كنت طلعت وحكيت. فبوجه رساله لكم يا شباب، مش قد ما بتحسن، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني انا بالنسبه بنصحكم انه تتزوجوا وتاسسوا عائله واسره، ويكون عندك بيت، ويكون عندك اهداف كبيره، من ناحيه انه انا بدي اشتغل. هلا في ظاهره ثانيه كمان بدي احكيها صايره باسطنبول كثير، في كثير شباب بيشتغل نهار و10 لا، بيشتغل 10 و20 لا. انا بالنسبه لي كحياتي هلا العايشه الحمد لله رب العالمين من 10 سنين، انا عم بحكي عن قصتي هلا اللي صار لي 10 سنين هون بتركيا. انا كنت بشتغل حداد، بعدين قلبت على الخياطه، ومن الخياطه قلبت على الذهب، صرت اشتغل سايق ذهب، وهذا الشيء انا بفتخر فيه. وعندي بايدي كذا مصلحه، بصنع سنارات، بصنع اسوارات، بصنع شغلات، وبشتغل على ماكينات ايطاليه. وهالشيء قدمت فيه كثير. رقدت تزوجت، حطيت مهر للزوجه، واشتريت سيارة، نجحت، اشتريت سيارة، اشتريت موتور، ولسه عندي حلم أكبر. يعني هلا حلمي أنا ما فيني أقوله هذا الشيء خلاص يعني. بس أنا بنصح الشباب يشتغلوا ويتعبوا على حالهم، حطوا هدف، لا تطلعوا أبدا على شهواتكم، لا تطلعوا على شيء غيركم. مثلا أنا بشوف بالنسبة لي إنه هذا فلان عنده سيارة أحسن مني، هذا أحسن، لا تطلع على أحسن منك، صير أنت أحسن من غيرك. بس أنا هذا اللي بحسن، عن شهواتكم وبعدوا عن الحرام، ويأسس عيلة، وهالشي الله من عنده بوفقه. أنا وقت تزوجت يعني بحب بس أحكي وجه آخر كلمة. لو كان أخوي معي، أنا وقت رحت لأخطب، يعني موضوع هو وقت رحت لأخطب حق باكيت ما معي من الأخير، بس هذا الشي رجع تفكيري وخلاني أقوى أكتر. وأنا بوجه رسالة للشباب يقووا ويصمدوا ويشتغلوا ويتزوجوا ويأسسوا عائلة ويشتروا موتور ويشتروا سيارة، افتح محل. انت لازم تكون عندك مشاريع. انتوا السوريين كلياتنا، نحن السوريين الحمد لله ما حدا فلح من بعدنا. انا بس هيك بحب اقول لهم، بوجه لهم رسالة، تعبوا على حالكم وتجوزوا بالحلال، والله يوفقكم يا رب. شكرا كثير لك. الله يسلمك. اهلا وسهلا. الله يسلمك.